في صباح يوم الأربعاء 19 من مارس عام 2025 تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة جزائرية بالقرب من منطقة أولف في ولاية أدرار خلال مهمة تدريبية مبرمجة، ما أدى إلى استشهاد قائدها الطيار المقدم بكوش نصر. عقب الحادث قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تعازيه الخالصة لعائلة الشهيد وللجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى العلي القدير أن يشمل الفقيد بمغفرته ورحمته في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. بدوره أمر الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد وأقاربه سائلاً: الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان. يذكر أن الطائرة المحطمة كانت من طراز سوخوي 30 الروسية الصنع، وقد وقع الحادث بالقرب من دائرة أولف بالناحية العسكرية الثالثة.